أنا عبد الله الشطي في طريقي الآن من الكويت إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء. هذه صرخة مظلوم، صرخة من زائر الحسين، فليسمعها كل العالم. تم وضع علي شخصيا قيد أمني بمعنى إقامة جبرية من كان عمري 19 سنة وأنا في طريقي إلى السفر. تم سحب جوازي بالقوة في مطار الكويت سنة 2020. وللعلم لا علي منع سفر ولا علي قضية واحدة ولا شيء من هالقبيل. ولما نراجعهم ونستفسر عن السبب ما يعطونا أي سبب. وبعدها بسنة أودعوني في السجن كما هو المتوقع، وخذيت عليها براءة بحمد الله تعالى، والآن ما علي شيء. لذلك اليوم أنا مجبور أتكلم بعدما طفح الكيل.